في محله يا انت، معاك نحن يا فن بنجيك في اي حتة، والليلة كوميديا طن، حياتنا عايزة ضحكة وفرحنا انت حلو، ادينا حاجة فكة، كله في محله يا انت، كله في محله يا انت، كله في محله يا انت. السلام عليكم. الليلة حنمشي نلاقي زول مهنته وتخصصه الابتسامة والضحكة. أي زول في حياته في كوميديان، لكن لما يكون الكوميديان مختص في الحتة دي بحيث إنه باستطاعته إنه يرسم الابتسامة على شفانا، يبقى يستحق إنه نفتشه ونكوسه ونصله ونستمتع معه. الليلة ماشيين لزول من أجمل الناس اللي ممكن حنلاقيهم في برنامجنا، أحكم له. طبعا صوته كبير. طبعا كوكي ده يا كوكي تعال عليك الله. إنك يجي جنبك سنقدا، إنك يجي جنبك. هاي وتاني هاي قول نين نين والتاني هاي نين. ايوه يا نين. ادخلوا لا جوا ليه داخل. مرحب بآل حسين الفنان. مرحب بآل حسين واعمل لنا عصير برتقال. وتخش جوا نديك شاي علمي بارد ونديك علمي ونديك شاي باتيل بالحبهان. يا سلام. خش على الديوان. وانت اجمل انسان. كوكي يا اخبارك كيف؟ يديك العافيه. كويس؟ شرفتنا والله يا والله الله يخليك يا اخي. اقول لك حاجه. هاي جنجن جنجي. اسمع عندكم غدا؟ اي شيء. أرى. خش بسرعه. يا سلام يا اخي كوكي يا جنجن. جنجي شنو يا عليك الله اخبارك كيف؟ لا والله فل والله 100% فل والله الفل. يعني الليله شرفتني وبعدين في والله حلوه فنيلتي كويسه، لكن شنو انت عارف اقول لك والله اشتريتها قريب ده، لكن عين وحلاقتك نعيميه. انت ترتبت ذاتك، ترتبت. الزواج نفع معك يا زول والله يا كوكي. انت زواج تطولت، لكن كل مره الزواج بينفع معك، لونك فتح، شكلك كده بتاع. يا سلام ما شاء الله يا ما شاء الله. انا زوجتي طبعا بدري هاي قبل صلاه الصبح. هاي يعني اديك الجلسه دي سريعه كده. طبعا انت عارف، لكن برضه للناس اللي بيشاهدوا فينا احتمال اكون ما اعرف قاعد اقولها. انت بتكون يعني نسيت الان فتره طولت. كنا شغالين في الباسقات. والمره قامت قالت لي يا اخي زينا من القعده وتعرف طبعا في شهر العسل داو. قامت قالت لي يا اخي نمشي رحله. الساده المشاهدين انا عارفها طبعا. انا اقول بعدين نضحك سايد جامل. كويس اضحك لك عامل فيها ما اعرف جدا جدا. الوقت ده انت لكن مزوج جديد. بالزوج جديد كرتي قلت هاي ده مسكت المره الرحله. جينا الرحله هناك. هاي قلت لها خلاص نمشي، الشباب دول شغالين رحله ومشينا الرحله. فمشينا هناك قام جاي عريس مهذب كده ومحترم كده والحنه هاي ما شهر العسل كده جاي كده اول مره. عريس جاد كده. كنت مفلس لكن هاي انت ما لا ما انت عين ما انا اوريك حيوان. الواضح ما فاضي. طبعا ايام شهر العسل ديك يعني بيكونوا زول شنو صرف اي حاجه كده. فضربنا لك العداد كده وقلنا لك يا اخي يا ريت لو كنت معانا. طوالي قلت لا يا ريت ليه انا جاي. جاي بس بحضر راكن. قلت بعد جماعه اللي قلت له فيها النصيب. فجيت كده قام قلت له يا اخوك يا اخي انا ما جيت شاركنا. اساسا طبعا الساده المشاهدين انا في العروض العاديه في التلفزيون بنكون محترمين. قال لك كان في واحد من اهلنا الجعاليين واحد بتكون محترم. لكن في العروض بنحطه قرض، تشتغل دور مرة دور بيت دور ناي يا حي بنحطه قرض للنهايه. فقمت اشتغلت بيه حنتي دي وشغال واك مره عجوزه ومره بيت مزه وعمك كبير حطيت وهات كبيت جبت اخري. بيتذكرك هاي بس ونسيت لك المره قاعده. وانا زول محترم قدامه ورومانسي. جيت طالع لقيتك اللي قاعد تبكي. بس طلقني قلت لك شنو مالك؟ طلقني بس طلقني يا ماما بس قلت لك طلقني. انت شنو بتعمل فيه؟ طلقني. قالوا كده قاعد تتذكر ادتني 700 جنيه انت. انت الزمن ده مين زمان قاعد تاكلنا؟ العداد كان 2000 وحاجه اكلتني ادتني 700. تاكل السيب يا كوكي. اكلك شنو يا اخي؟ يا اخي اسمع كلامي يا اخي. يا الساده المشاهدين لو سمحتوا يا كوكي مالك يا اخي؟ كوكي يا اخي انا ما قاعد اكلك يا اخي. انت بتاكل الوقت ده انت كنت شاري ذاتك. المهم ما قبل الزواج. ال 700 دي كان كثيره بالنسبه لنا يعني. فجيت قلت لها
ده 700 ده العداد حق العرض ده لما قالت لك طلقني هي بعد تبكي طوالي استخدمت السلاح. اديتها لك 700 جنيه شالت تاني شغالين 200 من اليوم ذاك بيديك وعيك. لا 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 عين بتاعت امل بنتك. يا سلام اموله يا امل دي طبعا عمرها هسه حاليا زي 9 سنوات. انا بقول لها اموله دي يعني بحبها حب شديد من هنا بحقيقه. اموله هي بتاعت جلكسات مثلت معانا في السنبك في مسلسل السنبك. المنتج كان برضه على حسين انت. اكلتكم برضه. تاكل الحمد حاجه معروفه. اقول المهم فكرت المساكين دي نزل الاضاءه والصوت. المهم ومع الاجازات الكثيره دي بتقول لي يا بابا نمشي نحضر العرس والمدرسه قفلت. اذا ما عارف نفس السنه كم ونحضر الاعراس بالليل ونجي والمدرسه قفلوها اجزوها مليونيه. المهم جايت الحكايه في راسها. قلت لي بابا حسن هو ذاته في سنه كم؟ قلت لها انت حسن في ثالثه. هو بعد ثالثه بمشي كم؟ قلت لها تمشي رابعه. هو بعد ذاك قلت لها تمشي يا اخي بابا خلاص سريع قلت لها تخش الثانوي. يا ابوي يا اخي منصور يا اخي قلت لها تخش الجامعه. يا ابوي انت مالك قياس كده. هو بعد ذاك قلت لها تكبي دكتوره. يا الله يا بابا هو بعد ذاك يا اخي. قلت لها حتعرسي. قالت لي والله يعني كلهم في ناس كتار عادي. لا يا كوكي انا دايرك طبعا من الشخصيات اللطيفه جدا اللي انت عملتها في حياتك شخصيه مسنيرات. يا سلام يا طبعا دي شخصيه غريبه يعني تركيبتها ذاتها كده دراميه كده مسنيرات. انا داير امثلها معاك بسألك كم سؤال. انت شنو؟ بس في الشخصيه دي. يلا انت مثل لنا شخصيه موسى نيروت. ما شاء الله بسخت لك راح موسى نيروت. نعم اهلا مرحبا بك. مرحبا يا مرحبا ويا حبذا. موسى نيروت انت زول شين طبعا اكيد. بارك الله فيك يا فرحان. وجزاك الله خير. كيف ما نفرح. شكرا لهذا الاطراء. يا زول بيقول لي شيء بيفرح. كيف ما نفرح كونك تكون وسيم ووجيه وعندك لك خصل ووجنات ده معادي لكن تكون شين ده الستايل عشان موضه. شنو موضوع شنو يا موسى نيروت؟ نعم. احنا دايرينك تحكي لنا المواقف اللي لقيتك في شناتك. يعني انت المجتمع كان بيتعامل معك كيف؟ في مواقف طريفه وفي مواقف محرجه. شنو من المواقف المحرجه اللي لقيتك؟ انا الموسى قدامك ده لفيت كل الدول الاوروبيه حتى الدامر مشيت. الدامر ما دوله. شكرا للانهراج. مدينه هاي. شكرا. هاي لقيت مطعم راغي كافيتيريا سمها انت وسيم وجيه خطوه قدام شين بخطوك ورا شين شديد بخطوك ورا شديد. انا جيت فرحان وقاشر ولابس هدوم الايد ومسرها وجبيني. جيت بتاع الكاشير قلت بكل ثقه يعني قلت له لو سمحت شاورما. كشف لي كده قال واي شاورما السفري. يضحك شنو يا اخي فعلا ولكن شناتك مره يا قفلت معي. عملت شنو؟ طلعت برا لقيت لك الله واحد بيت راكبه لها في عربيه حلوه هلا بيت سماها راكبه عربيه سمها وهي زمها. البيت من كثرة ما حلوه لما فتحت عيوني كده زي الكهرباء كان قاعد عوجات. يا سلام. قلت لي يا ابو الشباب قلت لها انا قلت لها تعال. قلت بدنا ما نعمل فاصوليا في ريت فرح جهزت لك كل الهنق والرومانسيات وقلبي دوك وفرحان ومشيت عليها. قلت لي دنقر في القزاز بتاع العربيه. دنقرت كده لقيت شافها اموري 6 شهور قاعد تبكي. قلت لها تسكت ولا اكلم لك البقاتي ده. لا اله الا الله محمد. زعلت مشيت كلمت امي قلت لها امي انا ذاتي قافله معاوي زعلان. امي انا موسى ولدك ده شين؟ قلت لها 1000 مره كلمتك يا موسى اكون قاعده مع النسوان ما تقول لي يا امي. موسى نيروت. نعم والله يا موسى نيروت شين. بس غيرك من الشخصيه كوكي عادي. ترجع لي كوكي عادي؟ يا كوكي ده اسالك سؤال. انت زول يعني كوميديان. يلا دي متفقين عليها والناس عارفاك بالحته دي. لكن يا كوكي انت قريت لك قرايه ما عندها علاقه بالكوميديا. كيف؟ يعني انت قريت شنو؟ تخرجت شنو؟ قريت يا جامعه وقريت؟ قريت في كليه الخرطوم التقنيه درست بكالوريوس محاسبه. علاقه المحاسبه بالكوميديا شنو؟ ما انا حسبتها صح. والله لو كان بيرت المحاسبه. يا زول انت عارف انا اقول لك حاجه يا كوكي. انت عارف مرات بيكون المهن بتاعت الزول المهنه اللي بيمارسها والحاجه والحاجه الدرسها تكون شويه كده قريبه. اي تكون لا ما قريبه. تكون منافس. اغلب الكوميديا يعني مثلا انا قريت قانون يعني. وعلاقته شنو بالكوميديا؟ ما في لا. هاي بس ظروف بس. ظروف. لا طيب كوكي انا حسألك السؤال الافضل او انا حسألك سؤال غريب شويه. طوال يا زليل. السؤال اللي حسألك ليه ده بيحدد لنا هويه كوكي هو شنو. تمام. لو اتيحت لك فرصه انك انت ينتخبوك رئيس للسودان. يا سلام يا اخي ده قال فكره مف. لا دقيقه فكره شنو طمحتها انا اتخيل ساي خيال. تخيلت انك انت انتخبوك رئيس للسودان اول قرار ممكن تتخذه شنو؟ طيب
اول قرار انه انا بفعل الجانب الثقافي في البلد، والله بطريقه جاده يعني بدون كوميديا. يعني داير عدالات يعني؟ لا لا، انه اوريك حاجه، السلاح بتاعنا هو يكون الثقافه. الليله الراحل محمود عبد العزيز لما كان بيمشي جنوب السودان عليه رحمه الله، ايوه كان بيستقبلوه وبيحبوه كده. الحكومه لو كانت استغلت الثقافه ما كان حتكون في حاجه، والفنون ما حتكون فيها مشاكل. أيوة. الثقافه عامه يعني نعم. الفنون عامه بالفن والتمثيل والدراما، الناس دي بيحبوا ان احنا حتى في بنلاقي لحد بعد الانفصال نحن كان مشينا جوبا يا علي بتتذكر نعم كم مره. فانه الثقافه ما عندها علاقه يعني ممكن كانت تكون اقوى سلاح بالنسبه للحكومه. بالضبط، هي الفنون بشكل عام، الفنون هي السلاح الاقوى والامضى. كوكي عملت لنا فيها جادي ورئيس السودان وبتاع، ما تحلم كثير ها؟ يا اخواننا كنا مع كوكي، وكوكي زول لذيذ ولسه زي ما بقولوا الجراب ياما في الجراب حكاوي وقصص وبلاوي. لكن اكوك اقول لك حاجه، الله معك شديد. لا لا يا اخي والله ماشي كيف والله ماشي والله بعدها اقول لا لا يا اخي ما عندكم غدا وظروفكم صعبه. يا اخي بدي اصبر عليه. اي يا اخي عندي حاجه واحده بس اقولها. ده تقول حاجه شنو؟ حاجه بس موقف كده يا اخي زماننا انتهى، المخرج قال انتهى. يا اخوانا الدنيا موقف. اقولها قول. لا حول ولا قوه الا بالله. لا تقول شنو؟ ما كنتش ابغى خلاص قولها قول. ما ده ذكرني شنو؟ واحد قبل شويه نحن قاعد انتوا لما جايين الناس بقت كلها تشبهني، يقول لي ده مالك ضعفت ومالك كنايه، كبرت ومالك كنايه مع الجلابيه دي. اي فكنت بعمل لي في فحوصات في المركز هنا. فعمك كبير قاعد جنبي قاعد علي كده، قال لي ده انت وزعتك بتاع النكت ولا ذاك اخوك الكبير ولا ده؟ قلت عمك ده لو قلت له انا ذاتي هيقول لي في التلفزيون بيجيبوك وجيه واصفر هنا مالك مزعمط وراسك مكعوج شنو بشغل لي. قلت له لا يا حاج شبه ساي. سبحان الله والله شبه مبالغه خلاص. بقى يجي يسلم علي السلام عليكم، ابدا ما هو شبه شاي زي قصاص شبه والله ما هو. قلت عمك ده حيشغل لي كثير، اقوم من جنبه. مشيت من جنبه في بيت ولد، يا استاذ لو سمحت سيلفي، وانا في نصهم فرحان داير الصور معي سيلفي. وجا ابدا والله ما هو يا حج متابعنا ما السيلفي لو انتهى جاني فيها ضاني، ما حرام عليك تنتحل شخشة الراجل. كوكي يا اخي والله القعده معاك سمحه وجميله يا غدا ما عندكم يا كوكي. كله في محله يا انت، معاك نحن يا فن بنجيك في اي حته، والليله كوميديا طن، حياتنا عايزه ضحكه وفرحنا انت حلو، ادينا حاجه فكه. كله في محله يا انت، كله في محله يا انت، كله في محله يا انت.